النهاردة هحكي لكم عن قضية مش قصة رعب ولا حاجة، ده قضية حقيقية فعلا حصلت في مصر قريب، يمكن ناس كتير تعرفها. في يوم بنت عندها 17 سنة لقت على فيسبوك واحد بعت لها بيقول لها أنا بشتغل في شركة إعلانات وبندور على موديلز في سنك وشكلك لايق على شغل كتير، لو مهتمة ابعت لنا رسالة. هي في الأول اتفاجئت بس الفضول شدها، دخلت تبص على صفحته، لقيت صور بنات كتير ولايكات وتعليقات والدنيا شكلها حقيقي. بدأ الكلام يزيد ما بينهم وقال لها إنهم محتاجين صور ليها من غير ميك اب ومن كذا زاوية علشان يشوفوا لو تنفع للشغل فعلا، والبنت صدقت. بعتت له صور فعلا، وبعدها قال لها الشركة محتاجة صور بلبس أكتر جراءة عشان في إعلان سباحة قريب. البنت بدأت تتردد بس هو عرف يقنعها، كلام كويس ومعسول، وابتدت تبعت له صور أكتر. بعد كام يوم فاجئها، بعت لها رسالة فيها صورها وقال لها بصي بقى، أنا مش مصور ولا ليا دعوة بأي شركة، انت دلوقتي معايا، ولو ما سمعتش الكلام الصور دي هتبقى في كل مكان. البت انهارت بتعيط ومش قادرة تصدق اللي حصل. قال لها بكل وضوح هتصوري نفسك فيديو زي ما انا هقولك، ولو ما عملتيش كده الصور دي هتتبعت لأهلك وصحابك وكل اللي تعرفيهم. ولما اتأخرت عليه فعلا وما بعتتلوش، بعت صورة لواحدة من صحابها وقال لها كده طب قابلي بقى. من هنا بدأت تعيش كابوس يومي، كل يوم طلب جديد وكل مرة بيهدد أكتر. البنت ما قدرتش تتحمل وراحت بلغت أهلها، وأهلها جريوا على اسم الشرطة وقدموا بلاغ رسمي. المباحث الإلكترونية بدأت تشتغل وقدروا يوصلوا للمكان اللي بيستخدم منه النت، وفعلا قبضوا عليه في شقة في الجيزة. ركزوا بقى في التفاصيل. طلع راجل عاطل عنده أكتر من سابقة ومسجل خطر ومشغل حسابين وهميين، وكل اللي بيتكلم معاهم بنات مراهقات، نفس الأسلوب نفس التهديد نفس الطريقة. لما فتشوا المكان لقوا عنده لابتوب وموبايل وهارد فيه كل الصور والفيديوهات ومحادثات تثبت اللي عمله، واعترف بكل حاجة. وقال إنه كان بيستدرج البنات وبيبتزهم وبياخد منهم فلوس، وفي بنات فعلا كانوا بيدفعوا عشان الصور ما تتنشرش. القضية اتحولت للنيابة والنيابة حبسته 15 يوم، والمفاجأة إن في أكتر من بنت تانيين طلعوا ضحايا ليه، كلهم بنفس الطريقة. الفكرة مش بس في اللي عمله، الفكرة في إن الموضوع ده بيحصل كل يوم ومع بنات كتير وأغلبهم مش بيتكلموا من الخوف. اللي بيحصل ده اسمه فخ إلكتروني، والناس بتستغل براءة البنات وقلة خبرتهم، وكل ده علشان فلوس أو شهوات مريضة. فلو انت بنت وسمعت الكلام ده، أو لو انت أم أو أخت، لازم تبقى عارفة إن أي عرض شغل جاي من فيسبوك أو انستجرام أو أي شبكة عامة مش دايما بيكون حقيقي. محدش بيطلب صور خاصة في أول يوم، ومفيش شركة محترمة بتتكلم بالشكل ده. خلي بالك وما تخليش صورة حلوة تبقى سبب في فضيحة أو كارثة، لأن اللي بره الشاشة ساعات بيكون شيطان. يا ريت تاخدوا بالكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد، وهسيب لكم مصادر القضية في الديسكريبشن تحت تقدروا تراجعوها بنفسكم.